يتواصل العطاء ونستمع إلى عالم جليل ندعو الله أن يبارك في عمره وفي علمه، فضيلة مولانا فضيلة الدكتور صلاح حري وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة سابقا، ندعو الله أن يوفقه وأن ينفعنا بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد شفيع الخلق، شفيع الخلق مقبول الترجي ومقبول الإجابة في دعاك. تقدمت الكرام لهم إماما، جميع الرسل قد شهدوا علاك. علوت على الطباق وكنت بدرا، أضأت الكون نورا من سناك. وقد رفع الحجاب وكنت فردا لرؤية من إليه قد دعاك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الحضور الكريم، طبتم وطابت ليلتكم، وكل عام وأنتم جميعا بخير. اجتمعتم من أجل الاحتفاء والاحتفال والحديث عن شخصية استغنت عن وصف الواصفين بعدما وصفها ربها بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. اجتمعتم من أجل الحديث عمن جمله الله وطهره وكمله فيما صوره وأخرجه طيبا طهورا مختونا مسرورا، يسطع النور الملكي من وجهه الزكي، وحين أشرق نوره العميم أرسلت آمنة إلى جده الكريم فجاءه البشير وهو في حجر البيت العظيم. فلما وافته البشرى تهلل وجهه بالبشر، وسار هو ومن معه من رجالات بيته وأشراف قومه إلى دار آمنة. فلما اجتلى نور النبي الساطع حمد الله وكبره، وحمل الوليد وقبله، وألهمه الله فسماه محمدا، وقال: سيكون لابني هذا شأن عظيم. ثم قصد به والناس من حوله وطاف حول الكعبة وهو ينادي، وطاف حول الكعبة وهو يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيده من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان. أيها الأحباب، إن ذكر الميلاد، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا ما يحرمناش منك يا رب، الله ربنا يبارك في عمرك يا أستاذنا، الله يبارك فيك. ذكر الميلاد تنادينا أن عودوا إلى قرآنكم، عودوا إلى سنة نبيكم، أحبوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، ترجموا هذا الحب عمليا في سلوككم. وعندما نحب حضرة النبي نحب ما أحبه ونبغض ما يبغضه حضرته صلى الله عليه وسلم. فلقد كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا يحب تلاوة القرآن، ويحب أن يستمع إلى القرآن، ويقدم أهل القرآن على غيرهم. ولذا إذا أردنا أن
أن نحيا حياة هنية رضية ندية فعلينا أن نتعلق بالقرآن وأن نحب القرآن وأن نحب أهل القرآن. وأقولها بصراحة ودائما وأبدا أعترف بها وأسعد عندما أرى أخي وزميلي وشيخي وتوأم روحي وحبيب القلب مولانا سيدنا الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروسي. هذا الرجل من أكثر من 40 سنة ونحن على الدرب، لم أرى منه إلا كل خير، ولم أرى منه إلا كل جميل، ولم أرى منه إلا كل فضل. يعني هو النهارده اليوم كان جاي له شغل، طبعا الشغل بأجر ونقولها بصوت عالي، إلا إنه ترك الأجر، الشغل أبو أجر، وجاء اليوم لسيدنا الشيخ شامل جبرا لخاطره وجبرا لخواطرنا جميعا. وليست هذه أول مرة. أتذكر أيام التسعينات لما كنت بناقش الماجستير جاله شغل، ترك شغله وقعد معايا. يوم ما كنت بناقش الدكتوراه جاله شغل، ترك شغله وظل معايا. في وفاة والدي ترك شغله ودنه معايا. في وفاة والدتي ترك شغله وظل معايا. في فرحي كان معايا دائما. وعلى فكرة ما أصابني من خير فمن الله ثم من سيد الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. عمل فيا جميل، يا رب يحرمنيش منك يا حبيبي يا رب. عمل فيا جميل لم ولن أنساه إلى أن ألقى الله. هو الذي جعلني أن أترك كرسي وكيل وزارة الأوقاف وأقدم استقالتي على سن 49 سنة. وكنت ناجح في عملي، كنت ناجحا في عملي. وحتى يوم ما قدمت الاستقالة كان معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة الله يمسيه بالخير، يعني قال احنا بنختار 5 وكلاء وزارة نكرمهم، ومن ال5 العبد الفقير صلاح ابو حلم. في اثناء التكريم امام الجميع يا معالي الوزير قال نعم، قلت له تفضل استقالتي. وكان هذا بمشورة رأي سيد الشيخ عبد الفتاح. ولو ظللت هناك ولم اسمع كلام سيدنا الشيخ عبد الفتاح لكنت الان ولكن هي إرادة الله. ودائما وأبدا المؤمن إن شاورته نفعك، إن شاركته نفعك، إن استنصحته نصح لك، إن نسيت ذكرك، إن ذكرت أعانك، إن رأى سيئة سترها، وإن رأى حسنة نشرها. وهذا ما تعلمته وما رأيته وما التمسته في سيدي الدكتور عبد الفتاح. أسأل الله أن يطيل لنا في عمره، وأن يبارك في أولاده وأحفاده، وأن يبارك في أهل بيته، وأن يبارك في مولانا الدكتور أسامة. صدق الدكتور أسامة يعني صاحب خلق جم وصاحب علم. وعلى فكرة يعني أنا بحب أسمع سيدنا أسامة. ليه؟ لأن قرآنه أيضا عليه نور ببركة الإسناد، لأنه مسند ببركة الإسناد. نسأل الله أن يبارك فيه وفي أهل القرآن أجمعين، وأهل العلم كلهم أهل فضل، وأن يبارك فيكم أجمعين. خالص الشكر والتقدير لمولانا سيدنا الشيخ شامل، والذي يجمعنا كل عام على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنا عارف سيدي الشيخ محمد أبو سريع أنا دايما بأثقل عليه، حتى من أسبوع كنا مع بعض في العزيزية من الجمر وطولت عليه زي كده، وبرضه يعني مش عايز أطول أكتر من كده، أكتفي بهذا القدر. كل عام وأنتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل.
صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. سلام على بدر أتم فسلم فأخفى شعاع الشمس حين تبسم. ولما بدا رسول الله في ظلام الليل وانجلى أضيء به الكون بعد أن كان مظلما. فقلت لها يا نوح أين دياره؟ فقالت أرض البقيع وزمزما. قلت لها يا نوح أنبع الزلال بكفه؟ قالت نعم وروى العطاش من الظما. اللهم زدنا في الحبيب محبة لو ذاقها الكافر حتما أسلما. فقلت لها يا نوح ما الاسم؟ قالت محمد شفيع لمن صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله.